العيون ما بتعرفش تكذب. كتير مننا بيتوجع ويتألم وينهار في أوقات كتير جدا، لكنه بيرجع ويقف على رجله من جديد ويتماسك، بيتجاوز المحنة كأنه ما حصلش أي حاجة، لأنه ببساطة أحيان كتير جدا ما بيكونش عنده حتى رفاهية الانهيار. يعني لازم ومضطر إنه يقوم ويعدي ويتجاوز، بيتجاوز من غير حتى ما يشتكي أو حد يحس بيه. بيمشي في الحياة بيضحك ويهزر ويتعامل مع الناس ويروح ويجي بروح حلوة وصبر وطولة بال على كل اللي حواليه، القريب والغريب. ولما تشوفه مستحيل تصدق إنه ممكن يكون بيعاني من أي شيء أو إن في أي مشكلة في حياته، وتلاقي كل الناس واخدة عنه فكرة إنه تمام وزي الفل وحياته ماشية في منتهى الهدوء والراحة. لكن لو ركزت معاه، لو ركزت في عينيه، هتشوف المستخبي كله، هتحس بالوجع، هتحس بالوجع اللي كاتمه ومخبيه عن الناس كلها. لأن للأسف العيون بتفضح القلوب، العيون ما بتعرفش تكذب ولا تزيف. علشان كده ما تحكموش على حد من ضحكة أو حتى من حبة هزار أو كام صورة بينزلهم وتقولوا يا سلام الدنيا رايقة معاه وتمام التمام. اللي عالم بالعباد ربنا، وكل واحد مننا عامل زي البحر، المستخبي جواه أكبر بكتير من إنك توصله أو تشوفه. استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع توما، وما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والشير.